السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم أصدقاء أكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله صينية البطاطس بالفراخ ورز بالشعرية. أول حاجة الفراخ مغسولة ونضيفة وزي الفل، وحطيناها في محلول النقع بتاعها، وكمان تبلناها بفلفل وبصل مع التوابل ملح وكمون وفلفل أسود. شوحتهم في معلقة سمنة تشويحة كده سريعة على النار. بعد ما خلصوا شلتهم بقى على جنب، وهننزل بالخضار بتاعنا. معانا بصل ومعانا فلفل بلدي ومعانا توم. هنشوح الكلام ده كله في نفس الصينية مكان تشويح الفراخ، تاخد نفس الطعم ونكهة الفراخ. تشويحة وتقليبة كده سريعة، وهنزل بقى عليهم بشرايح البطاطس، وكل الكلام ده متبل طبعا بملح وفلفل وكمون وكزبرة خضراء. هقلب الكلام ده كله مع بعضه، وهرش كمان رشة من الكزبرة الخضراء وعود شبت كده صغير، ده اختياري. ممكن تحطي بقدونس وممكن تستغني عن الخضار ده خالص، ده براحتك. هنرجع بقى عليهم تاني بالفراخ، نحطها كده على الوش علشان تبقى تاخد معانا كمان لون لطيف في الفرن. والكلام ده كله بقى هنحط عليه عصير الطماطم. انا ضايفه عليه معلقه بابريكا، لو عندك معلقتين صلصه ممكن تحطيهم، وممكن مسحوق الفلفل الاحمر كمان، او لو في قرن فلفل احمر ممكن تحطيه عليهم. الحاجات دي بتخلي الصلصه كده الصوص بتاعها حلو قوي تقيل ولونها احمر وجميل. هنغطي بقى الكلام ده كله على البوتاجاز كده يغلي، وبعدين نحطه في الفرن. وعلى ما الكلام ده يخلص هنعمل بقى مع بعض الرز بالشعرية العادي التقليدي بتاعنا. نحمر الشعرية عادي في زيت، وبعدين هنحط الرز البلدي المصري بتاعنا، وهنقلبه في بعضه ويتشرب بميته. تمام كده بقى، خلاص الفراخ كمان خلصت وجهزت معانا. يعني ما شاء الله واخدة لون تحفة ودايبة ومستوية، يعني بتسيب العظم كده مستوية وجميلة، والبطاطس مرملة وتحفة. شايفين قد ايه كل حاجة دايبة. الفراخ مستوية ولحمها ابيض وزي الفل، دايبة كده بتدوب في البق. الوصفة يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتعملوا اشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.